السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وموضوع نكمل في موضوعنا القواعد الذهبية. كما ذكرت في أول حلقة إن شاء الله حتكون سلسلة وتكون تقريبا حوالي نختصرها في 8 قواعد، وكل حلقة نتناول قاعدة من هذه القواعد الذهبية في تربية الأبناء. ويمكن في الحلقة السابقة تحدثت عن الاحتياجات النفسية. الآن أكمل في قاعدة أخرى وهي تعتبر كذلك من أهم القواعد في تربية الأبناء، اللي هي توفير البيئة الآمنة والسلام النفسي. قد يكون هنالك تشابه وفي ترابط ما بين الموضوعين، لكن في خصوصية في الجانب النفسي. طيب أنا أتذكر لما كنت في مرحلة المتوسطة واحد من أقاربنا، يعني رجل كبير يعني الله يرحمه، الآن توفي، فسألنا سؤال، إحنا كنا صغار ما نفهم شيء في هذه المسائل يعني. قال: ما هو أوسع شيء؟ فأنا يعني في البيت هو من أحد أفراد الأسرة جالسين، قال: ما هو أوسع شيء في رأيكم؟ أنا وأخواني يعني كل يعني جالسين في جلسة، بدأنا نفكر، كنا صغار ما نفهم شيء، نقول السماء، الأرض، البحر، بدأنا نفكر ما هو أوسع شيء في هذه الحياة. وسبحان الله أنا أتذكر يعني هذا الأمر يعني الآن قرابة 20 عامًا يعني. ف فبعد ما خلاص ما لا أنا ولا أخواني ما جاوبنا السؤال، قال: أوسع شيء هو الأمان. وفعلًا أنا بعد ما دخلت الكلية ودرست في مجال الإرشاد والصحة النفسية وحضّرت عرفت ما معنى الأمان، ولماذا كان الأمان هو أوسع شيء. يعني ما زال هذا السؤال الآن يعني هو سبحان الله يعني كيف يكون الأمان أوسع شيء؟ ما هي بالنسبة لنا الحياة العائلية تعتبر هي الملاذ، وهي المكان الذي يشعر فيه الطفل بالأمن والاستقرار. وهذه قاعدة هامة جدًا وقاعدة ذهبية من خلالها يعني يتربى الطفل وهو آمنًا. ويعني في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بات آمنًا في سربي معافًا في جسده، إلى نهاية الحديث. لأهمية الأمان. وجاء كذلك في سورة قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأهمية الأمان بالنسبة للإنسان يعتبر شيء أساس جدًا. أحيانًا يفوق حاجة الإنسان للمأكل وللمشرب. فكثير من الشعوب الآن هاجرت بلادها، كثير من الشعوب الآن لجأت وتغربت في بلاد أخرى نتيجة لهذا العامل الأساسي اللي هو الإحساس بالأمان. فما بالكم بالطفل إذا كان إحنا نهجر بلادنا لعدم الأمان. الطفل الذي يشعر داخل الأسرة، داخل البيت، أشعر إن هذه البيئة بيئة خانقة، بيئة مرعبة، بيئة فيها عدم استقرار، كيف ينشأ هذا الطفل؟ الآن يعني نجد إنه أحيانًا هذه الشعور بعدم الأمان يكون لعدة عوامل، عوامل داخلية وعوامل خارجية. أتناول موضوع العوامل الداخلية اللي هو العلاقة ما بين الأم والأب، العلاقة ما بين الزوجين اللي هي تكون علاقة أحيانًا صراع ومشاكل، تصل مرحلة أحيانًا العنف اللفظي والعنف المادي. يعني إذا كان الأب يضرب الأم وتجد الحياة أصبحت العائلة، الأسرة، البيئة الأسرية أصبحت جحيم بالنسبة للطفل. كيف يشعر بالأمان الطفل إذا كان أمه أمامه تهان كل يوم؟ إذا كانت إهانة لفظية أو يصل أحيانًا للأسف مرحلة الضرب يعني. وأحيانًا الضرب حتى يتعدى الأطفال نفسهم، وأحيانًا يصل مرحلة هذا التشاحن، هذا الصراع والمشاكل الغضب اللي داخل البيت، الأم ممكن تفرّغ غضبها على أبنائها. هذه البيئة الداخلية للأسرة إذا كانت بيئة غير آمنة، أكيد حيكون الطفل في نفسه غير آمن. عوامل أخرى داخل البيت نتيجة يكون الشعور بعدم الأمان نتيجة لإصابة أحد الوالدين بمرض عضال. يعني حمانا الله وإياكم، الآن يعني كثير من الأسر يعني يبتلى أحد الأم أو الأب بمرض يعني الآن يعني يمكن مرض خبيث ومرض مزمن، فتجد إن الابن يعني يشوف حالة ابن والدينه في هذه الحالة المرض، وأحيانًا قد ما يستطيع الوالدين توفير المال للعلاج، فتشعر إنه الطفل يشعر بعدم الأمان لأنه الناتج نتيجة إنه يخاف إنه ما يفقد أحد والدينه. ف وأحيانًا يعني إذا فقد أحد الوالدين
ويمكن نلاحظها يعني نتيجة لهذا المرض أو نتيجة لحادث ما، أو فقد الوالد نتيجة لاعتقال الأب في السجون. ويعني كثير من الأمثلة موجودة عندنا في مجتمعاتنا ومجتمعات غيرنا، إنه الأبناء يشعروا بعدم الأمان لعدم وجود الوالد في حياتهم أو الوالدة في حياتهم. هذا يولد إحساس بعدم الأمان، وهذه العوامل نحن يعني ما عندنا فيها أي يعني خيار، وما عندنا فيها سلطان. لكن ممكن هذا الجانب، كيف ممكن نعالج هذا الجانب؟ نحن كأسر ممتدة، الخالات، الأعمام، إذا كان العامل اللي هو عدم الإحساس بالأمان نتيجة لمرض، نتيجة لوفاة أو فقد الوالدين، الأسرة تحتوي هذا الابن، تحاول تشعره بالأمان، تدعمه نفسيًا، تدعمه اجتماعيًا، ويستطيع أن يعني على الأقل يكون تنمي في الجانب الروحي، نتقبل قضاء الله وقدره. أما إذا كان جانب آخر اللي هو الجانب الصراع بين الوالدين، فهذه قضية لابد إنه يتحملوا وزرها الوالدين. يعني إحنا الأبناء رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن ما ذنب الأبناء عشان الوالد الأم والأب يتخانقوا ويتصارعوا، وسبحان الله بيؤدي لإعاقات جسدية. يعني أنا أعرف في طفل كان عندنا في المدرسة، هذا الطفل عنده تلعثم في الكلام، وهذا التلعثم يزيد أكثر عندما يكون الأب كان يضرب الأم. فالأم تيجي تشتكي عندي تقول لي والله يا دكتورة يعني كل ما أنا أخذت ابني للطبيب من ناحية عضوية ما عنده مشكلة الطفل، المشكلة في المشكلة بين الوالدين، الصراع والخلافات والضرب، هذه الأشياء. فهذه مسؤوليتنا، يعني لابد نحن نهتم بهذا الجانب، لأن توفير البيئة الآمنة من أهم الأشياء والاحتياجات الأساسية والقواعد الهامة تنبني فيها شخصية الطفل. أحيانا يكون عدم إحساس بالأمان نتيجة لعوامل خارجية، البلاد اللي نعيش فيها، قوانينها، الأصدقاء، يعني أحيانا يكون الأطفال مع الجيران، عدم معرفة لغاتهم، فيشعر الطفل أنه معزول. وأحيانا هذه الأشياء إلى ماذا تؤدي؟ عدم الإحساس بالأمان يؤدي إلى كثير من المشاكل النفسية. أولاً ممكن يؤدي إلى التبول اللا إرادي، يؤدي إلى الأرق يعني الأحلام والكوابيس في الليل. يعني تجد الطفل اللي يشعر بالخوف دائما يصرخ وهو ينام، يعني أحلام تكون مزعجة بالنسبة له. ليس فقط الطفل، يعني سبحان الله، وأنا في طريقي لإلقاء هذه المحاضرة، إحدى الأخوات اتصلت علي تقول له والله يا دكتورة أنا تواصلت مع واحدة من أقربائي واكتشفت إنه عندها مرض خطير جدًا، وتقول لي أنا جلست أبكي الليل كل ما نمت. يعني سبحان الله هذه الحادثة اليوم حصلت، تحكي قصتها وتقول لي أنا ما نمت في الليل وأحلم بالكوابيس، وتتخيل لأنه هي واحدة من الأقارب. فالخوف إنه مثلًا هذا المرض قد يكون يصيب بقية أفراد الأسرة، لأنه احتمال يكون مرض وراثي وكذا، فما بالكم بالطفل. يعني إذا كان إحنا كبار يعني في هذا السن ونشعر بهذا الخوف، فالطفل أحوج ما يكون. فهذه النتيجة للشعور بعدم الأمان تأتي الكوابيس، تأتي الأحلام المزعجة، يحصل التبول اللا إرادي، يكون للطفل انعزالي، يشعر بأنه ما يحب يختلط بالآخرين، وأحيانا تؤدي لسلوكيات خاطئة اللي هي مثلا يعتقد الطفل أنه كل شيء بالقوة. يعني ما يكون عنده اللي ذكرناه في الحلقة السابقة التواصل الفعال، فيتوقع أنه لابد أن أنا إن لم تكن كما يقال المقولة الخاطئة أن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، فيفتكر أنه كل شيء لابد أنا أضرب وأنا أصرخ، ويفتقد لهذه المهارات الحياتية. وهذه واحدة من أهم يعني تكوين شخصية الإنسان. إذا كنت أنا أفتقد مهارات حياتية، كيف استمر في عملي؟ كيف أتعامل مع الآخرين؟ كيف أخلق علاقات طيبة مع الزملاء، مع الأصدقاء، مع الجيران؟ كيف أربي أبنائي؟ فسبحان الله واحدة من الأخوات هي متزوجة تقول لي يعني دكتورة ساعديني، أنا أفقد سيطرتي، أنا أكون، تقول لي أنا من النوع اللي يغضب بسرعة، وتعودت من أنا طفلة كنت أضارب الجيران وكنت أفعل. وصلت مرحلة اختلفت مع واحدة والاثنين متزوجات سبحان الله، فتقول لي لما هي يعني أغضبتها في شيء يعني أخذتها وضربتها. أقول أنا يعني شيء حقيقة، يعني الواحد ما يعني يتصور إنه ممكن في هذا العمر وهي لطفلين يعني، فتضرب واحدة صديقتها لأنه اختلفت معاه، ما تستطيع أن تعبر، فهو عجز عن التعبير وكظم القيد.
وسبحان الله هي تعتبر من الأخلاق اللي هي في الأخلاق فتعتبر أخلاق رئيسية تتفرع منها بقية الأخلاق الحميدة من ضمنها الحلم. فهذه هي البيئة الآمنة التي يعني تؤدي إلى سلوكيات في المجتمع على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأفراد، وتؤدي كذلك إلى تدهور في الجانب الاجتماعي، الجانب الصحي، الجانب الأكاديمي. الطفل إذا كان هو يعاني من هذا الشعور بعدم الأمان حيكون عنده مشكلة عدم التركيز وحيؤدي إلى الفشل الأكاديمي. فهذه هي جملة النقاط اللي تتعلق بتوفير البيئة الآمنة للأطفال. نسأل الله أن يعني يكون الأمان في بيوتنا وفي مجتمعاتنا، وأن يكون حقيقة يعني من أهم الأشياء اللي نركز عليها في تربيتنا لأبنائنا. وصلنا لنهاية حلقتنا في هذه القاعدة، ونلقاكم في قواعد أخرى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.